نحب إن احنا نشاطر الإخوة العرب في ليبيا وفي المملكة المغربية. نشاطرهم الأحزان ونتقدم لهم بخالص التعازي في مصابهم الأليم. طبعا كلنا شفنا الإعصار اجتاح دولة ليبيا والزلزال القوي المدمر اللي حصل في دولة المغرب، وكلنا كمان شفنا الدور المهم والريادي لمصر، الأخت الكبرى والشقيقة الكبرى للدول العربية. يعني معالي الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول امبارح شفنا يعني إقلاع 3 طائرات محملة بالمساعدات، والدور القوي اللي قامت بيه القوات المسلحة المصرية في موقف زي ده. وانا كنت مجهز ان احنا نتكلم ان تم ارسال 3 طائرات بواسطه القوات المسلحه، ولكن لقيت امبارح يعني حامله الطائرات المروحيات المسترال ايضا تم تحميلها بشحنه جديده من المساعدات واطقم الاغاثه ومستشفى ميداني، بالاضافه الى ايضا قافله خرجت من معبر السلوم امس تحديدا، ذاهبة إلى الأراضي الليبية للمساعدة في الأعمال الإغاثية. وده مش غريب على مصر، يعني كلنا شفنا أيام جائحة كورونا مصر، يعني مصر أم الدنيا كانت بتبعت مساعدات إغاثية لدول عظمى زي الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. فهي دي مصر.